شكرا للزميل عبد العزيز البكر، شكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات SSC الرياضية، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بأن ألتقي مع حضراتكم وأن أعود لكم مرة أخرى في تجربة جديدة جدا في بطولة الدوري السعودي، وتحديدا بطولة دوري روشن العالمي، فيها لتقديم ما يليق بذائقتكم. الصافرات تنطلق لضرب، لكن الآن عبد الرحمن غريب لا يريد أن يتأثر النصر، يريد أن يتقدم. قادم من الفيصلي، انطلاقة لفوزير رائد التحدي، وينة لكل صحف العالم وصفقات كبيرة، ولكن كريستيانو يتقدم الآن، يسقط الآن. أذكر السادة المشاهدين بأنه هداف بطولة الدوري في الجولات الخمس الماضية، وأكثر من ساهم في هذا الموسم. يتقدم، بيرسل كرة عرضية، الكرة وصلت إلى ساديو ماني الرقم 10، بيرسل كرة إلى غريب عرضية، لكن الكرة يديرون مساحة ثانية. بروزوفيتش كرة عرضية عالية ليست لأحد، الكرة تصل بعد ذلك من جديد في الجهة اليمنى، ساديو ماني يتركها، كرة عرضية إلى سلطان الغنام أقصى اليسار، يحاول بيرسل الكرة في مكان. الرائد قد يشعل البدايات، الرائد قد يبدأ التحدي، الرائد يصوب الكرة العرضية، الفرصة الأولى، يا لهذه الكرة، يا للقطة الأولى مرة من المدرب من كريستيانو رونالدو. شوف هنا، شوف التمريرة، شوف فوزير اللاعب اللي لعب في النصر في الفترة والسنوات الماضية، واللي سجل أيضا بقميص النصر، لعب له كرة عرضية وتم غريب، عادت إلى بروزوفيتش، بيلعب له كرة إلى كريستيانو، فيها تصويبة قوية في هذا هذه اللحظة، والكرة اللي تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. فورمة كبيرة يبدأ فيها هذا الموسم كريستيانو رونالدو. بروزوفيتش عرضية، لكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود مرة أخرى عن طريق عبد الرحمن في الجهة اليمنى، لاعب على لاعب، وقف، عدى، انطلق، مر، عرض، صوب، الله يا ساديو، الكرة من ماني، لكن حارس المرمى إلى بروزوفيتش. بروزوفيتش القطعة التي كان ينتظرها فريق النصر والتي بها يكتمل، الكرة العرضية إلى ساديو، يا ماني سحب الأول من بين الأقدام، الله على المرور، شوف الكرة والتصويبة، والكل يعرف بأن ساديو ماني لم يصل حتى الآن لكل ما لديه بالرغم من تألقه في الأسابيع الماضية. الله على التمريرة، الله على الكرة، لا 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 يا تفاريز، تضيع هذه أمام النصر. ماذا تتوقع؟ ماذا تنتظر؟ هل تريد في كل مرة كرة؟ هل كانت من فوزير؟ الله على اللمسة، شوف تفاريز، كرة لماني هناك، كرة لتفاريز هنا. الائري يتفقون على ماذا؟ يتفقون على ماذا؟ يا سعيود الكرة القوية، لكن إن أراد أن يحصل على ذلك هناك وقت مستقطع، الأجواء ربما لا تساعدهم بأن يظهر اللاعبون بأفضل حالاتهم حتى الآن في شوط المباراة الأول، ولكن لويس كاسترو يبحث عن حلول في الجانب الآخر. يبدو المدرب إيغور ناجحا في بداية كبيرة لفريقه، وإضافة كبيرة يقدمها في الملعب وخارجه، حتى كبيرة عظيمة وأرقام ممتاز. الآن فريق الرائد، فوزير خطفها، بيرسل كرة إلى تفاريز، لو لف لو دار، بيلعب له كرة، الله، اخطروا كرات الشوط، كانت حمراء وكادوا أن يتجاوزوا الخطوط الحمراء. يا للرائد، يا للرائد، شوف فوزير بيلعب له كرة إلى تفاريز، شوف الدوران، بيرسل كرة إلى الزنبول، الله يا يحيى، يا يحيى القائم وقف مع نواف، والفرصة ضاعت على فريق الرائد. والتكتيك إلى علي لاجامي، علي لاجامي بيرسل كرة في مكان إلى لابو، وصلت إلى كريستيانو، يهرب من الرقابة، يسقط كريستيانو، والضغط ينجح، والكرة تبعد عن طريق المدافع عبد الله اليوسف. في اللقطة الماضية خطأ لمصلحة كريستيانو، شفنا كريستيانو يرجع كثير، يحاول يحلق بهم الآن بروزوفيتش أو تنس، كرة عرضية، لكن الكرة يرسل كرة إلى ساديو، الله، ساديو عدى، الحلول الفردية، ممكن العرضية، الرأسية لا تأتي، بروزوفيتش قوية، سلاح ساديو، الله، تصويبة يا رب،
يا كبر الأماني. ماني عندما يكون بإمكانك أن تحلق بجناح واحد، إنه ساديو، إنه ماني. عندما يكون بإمكانك أن تحلق من الاستلام هدف، من التفويت هدف. شوف التوجيه، شوف ساديو طلعها من اللعبة والنصر دخل في اللعبة. الرقم 10 ماني. ويا كبر الأماني، ويا كبر الأماني مع ساديو. الله على الجناح، إنه يصوب، إنه يفتح الطريق، إنه يبدأ بسلاح التسديد. ألم نقل سلاح التسديد؟ ألم نقل سلاح التسديد؟ الآن هناك السقوط. يبدأ بسلاح التسديد. ألم نقل سلاح التسديد؟ ألم نقل سلاح التسديد؟ الآن هناك السقوط، هناك خطأ. ماذا يشير الحكم؟ تأتي في مكان نشاهد ونتابع. هذه من مسافة قريبة يريد أن يصوب كرة في المرمى. هذه اللقطة، وهذا هداف بطولة الدوري، بل هداف كرة القدم وليست بطولة الدوري فقط. كريستيانو رونالدو على تنفيذ الكرة الثابتة في الأوقات الأخيرة في الوقت بدل الضايع من مسافة قريبة جدا. هذا مواطن البرتغالي موريرا، كرة ثابتة تلس على تنفيذ أو كريستيانو يتقدم. الله، هل تحرك المرمى؟ أشك في ذلك. الكرة مرت، شوف تصويبة كريستيانو، شوف الطلقة القوية. نعم كريستيانو لم يخطئ، اصطدمت في الدوسري وتغير اتجاهها. الآن